ابو فهد، طبعا شاركت انت والكابتن ماجد او المنتخب عامة بالمنتخب العسكري. هل فعلا انتم عسكريين يا ابو فهد؟ لا، ما كنا عسكريين. كانت دول الخليج بصفة عامة كانت تسوي المنتخب، تاخذ نفس المنتخب وتعطيه الصفة العسكرية وتعطينا صفة الرتب. الرتب. طيب. ما في الا انا وماجد عبد الله رؤساء رقباء ما شاء الله. والبقية كلهم من عريف الجندي، جندي اول. وانا امدس فيهم اقول وقف يا جندي خليك ثابت. محمد عبد الجواد، الكابتن محمد عبد الجواد. لا عبد الجواد عريف. وانا اقول ايش فيك تشاخط فيه يا ابو فهد؟ لابد، الحمد لله رب العالمين ما فيه. وبعدين رئيس الرقابه ما حد انا قالوا لازم بيقل الراتب، قلت لا امنعونا منه. لا خلوني رئيس الرقابه. بس قائد اسطوري يا رب لك الحمد. والله قائد اسطوري. بس والله شكيت هنا والبريحه لافه وعندي لنا في البيت ومن غيرها حاط العين حاضره. والله كفو، والله كفو يا ابو فهد. هذه ترى لاول مره تطلع. بيض الله وجهك.